في مختلف البلاطوات اليوم بيسك هذه سيت على مود يبدوا رايهم، هذا معقول جدا ما في حتى مشكله. التجاوز مش ممكن، والمفروض الناس تراقب التجاوزات، لكن ابداء الراي بطريقه ديمقراطيه ما في حتى مشكله. وبالنسبه حتى الصحفيين اللي يكتبوا في الجرائد ما في حتى مشكله انه يبدي رايه، ولكن في الحدود الملائمه. انا شفت بعض الناس خاصه المدربين قدم داروا منقطه واحده في كاس افريقيا الامم وغادروا ودربوا نادي ثلث المباريات وطردوهم، ومن ذاك الوقت ولا اشتغلوا ولا عندهم الكفاءه باش يتكلموا على هذا الفريق في المستوى اللي هو فيه. يقولوا حاجات غريبه. هذا طبعا كاين بعض اللاعبين بعد يعني قليله، يعني ممكن نحسبوهم في اصابع قليله تاع يد واحده، انه كانهم مازالهم هما ابطال، ولا بينما الان الابطال اللاعبين اللي موجودين في الفريق الوطني. اليوم الابطال ما بقاوش اللي كانوا في الثمانينات، اليوم الابطال اللي راهم في 2016، وهذا هو الفريق الوطني. وبالنسبه للاخرين لازم يكون تواضع في الفحص الاناليز، لازم تكون الاناليز ايجابيه لكي نستفادوا منها. الا باش تجي تقول غير الامور ماشي مليحه، هذا ما يهمه على كل حال، ما يهمناش. حنا نعرف كاين مدربين ما عندهمش حتى الدبلوم ويتكلموا في البلاطوات، ما عندوش دبلوم باش يدرب فريق في الدرجه الاولى ويجي يعطي رايه، يروح يقرا خير من احسن. هذا هو.